ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه فقراتنا في صباح الخير يا عرب ليوم السبت. في تونس وتحديدا في مدينة سوسة أقيمت سهرة تتويج ملكة جمال العرب. الزميل والإعلامي التونسي عبد الكريم اللواتي وفانا بهذا التقرير من هناك. هنا تونس، ومنها يحدثكم الكاتب والإعلامي عبد الكريم اللواتي ويقول لكم صباح الفل والياسمين. راديو صوت العرب واكبت لكم فعاليات سهرة تتويج ملكة جمال العرب بتونس، وتحديدا في فضاء سياحي بسوسة، وذلك في إطار ملتقى السياحة العربية، أو هكذا قيل لنا، فما تابعناه لا علاقة له بما يعرف عنه من فعاليات الملتقيات عادة. هذه السهرة النسائية عم فيها سوء التنظيم والفوضى، وكانت برعاية مؤسسة ملكة الجمال في الوطن العربي من مصر، ومن تنظيم الدكتورة كلثوم علي من تونس، حيث لاحظنا أن كل ما تم الوعد به والدعاية للتظاهر من خلاله لم نشهده على أرض الواقع، باستثناء تكريم بعض الشخصيات الفنية والإعلامية التونسية المعروفة، من بينها الزميل الطيب بوزيد بالغياب، وأيضا منشطة فعاليات السهرة إيمان سويلمي، والمنشطة إيناس غرياني، ومن الأردن سفير سابق حازم قشوع. بينما أغدقت رئيسة مؤسسة ملكات الجمال حنان النصر على كل الحاضرين والحاضرات والمغنيين والمغنيات بشهادات التكريم. أما عن مسابقة ملكة جمال العرب التونسية فقد شاركت فيها من بعض ولايات تونس بعد عمليات كاستينج جرت مسبقا 11 فتاة تتراوح أعمارهن بين 20 و 28 سنة، فإنه باستثناء المشاركة سلمى بن عائشة 21 سنة، وعبير الهرابي 27 سنة، وسراب زياني 20 سنة، فإن بقية المشاركات دون المستوى المطلوب، ولا يتوفرن على مواصفات الجمال، بل أكثرهن قصيرات ويستعملن الكعب العالي جدا، وتنقصهن الكاريزما، وهي مواصفات أيضا لا تتوفر في من تم انتخابها مجاملة ملكة جمال العرب، والتي ستمثل تونس في المسابقة الكبرى لملكات الجمال في الوطن العربي قريبا في مصر. وقد تعرضت ملكة الجمال هذه إلى هجمة فيسبوكية قوية ضد اختيارها، خاصة من الفتيات والنساء التونسيات عموما، احتجاجا على اختيارها على أنها لا تمثل الفتاة التونسية الجميلة ولا تشبهها في شيء. وقد تم اختيار هذه الملكة والوصيفتين مسبقا، بل تم الحسم في شأن الثالوث المتوج منذ أيام قبل سهرة الاختتام في الكواليس من طرف حنان نصر، التي قررت بمفردها من هي أحق حسب نظرها بالتاج والوصافة، ودون حتى أن تعود لأعضاء لجنة التحكيم الذين كنت شخصيا واحدا منهم للأسف، ولم تقع استشارتنا، وكأن هذه اللجنة سورية. وقد تم إسناد تاج الملكة للمشاركة خلود القاسمي 28 سنة رغم ضعف مردودها في المسابقة، وأحرزت الشابة أميمة الزرقاني 24 سنة تاج الوصيفة الأولى، وهي الأفضل لهذه المرتبة حسب تقييمي الشخصي. ومرتبة الوصيفة الثالثة أسندت إلى الشابة هند بن علي 25 سنة وهي متوسطة. الختام إليكم كلمة للمتوجة بتاج الملكة الشابة التونسية خلود القاسمي. نحلم اني انا نشارك في ملك جمال العرب، على خاطر عندي هدف في البروجي نتاعي، نحب نكبر في البروجي نتاعي. اوكي انا قارية طب، اما الغرام نتاعي كله في الكوتور وفي ستيليزم.